هتفضل طيب لحد امتى؟ هتفضل على نيتك لحد امتى؟ هتفضل تدي للناس حب بدون حساب، عطاء بدون حساب، وقت بدون حساب، كل حاجه بتديها للناس ببلاش لغايه امتى؟ لغايه ما يضحكوا عليك، لغايه ما يستغلوا طيبتك واخلاقك ومشاعرك ويوجعوك، لغايه ما تبقى في وسط الناس مالكش اي قيمه. كن طيب، ما عنديش مشكله، بس كل حاجه لازم تعملها بحساب، كل حاجه لازم تعملها بمقدار. اما تدي البني ادم حب عزز نفسك، اما تدي البني ادم عطاء بين له ان العطاء ده ليه قيمه عندك، اما تدي البني ادم اي حاجه عرفه ان الحاجه دي مهمه، لان طول ما انت عمال تدي للناس بهبل وبطيبه انت مش هتعمل اي حاجه، بل بالعكس الناس هتوجعك، الناس هتستغل طيبتك وتيجي عليك، الناس هتستغل مشاعرك البسيطه وتوجعك. فانا يا ابني بقول لك انصح، كن طيب، ما عنديش مشكله، بس صدقني والله العظيم انت لازم تدي كل حاجه بحساب. العالم اللي حوالينا ده ما بيحترمش اي بني ادم غير اللي بيدي كل حاجه بحساب، يدي مشاعر بحساب، يدي حب بحساب، يدي عطاء بحساب، يعمل كل حاجه بحساب. الحاجه يا ابني اللي ما بتبقاش بحساب بيبقى ملهاش قيمه، فالناس هتدوس عليها والناس هتغدر بيها والناس هتاخدها ومش هتدي اي عطاء. عشان كده ارجوك انصح، خليك طيب بس بحساب.